السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مقطع جديد. مقطعنا اليوم هو ردة فعل على مين؟ على الجوكر اللبناني. فبس قبل ما نبلش من المقطع تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. هذا حساب الانستغرام، ضيفوني هون ضروري انكم تضيفوني هون لانه بدي اوصل لهدفي. اللي ما شاف مقطع اهدافي لسنة 2026 روح شوفوا موجود تحت بالقناة. وبس يلا نبلش. وهلا رح نبدأ بأول مقطع. جوكر لبناني حزين. اوكي يلا نشوفه. عمو شوفي شو صاير معه؟ ليش هيك الجوكر اللبناني حزين؟ يا في هذا الجوكر اللبناني. سبحان الله. عمو شو هاد بالله عليك. اوكي خلينا نشوف المقطع الرابع. شو هاد؟ بس صراحة ما حقدر ما راح اقدر احكي اي اشي. شو هذا المحتوى؟ اوكي رح اشوف مقطع تاني. يا اخي شو هاد؟ يا اخي شو هالمحتوى؟ هذا كم عمره هذا الرجال؟ عمره 90,000 سنة. العمر مجرد رقم عندما يتألق الجوكر اللبناني. يعني مامي انا بيبي افتح لايف ولا مرة حدا بعت اسد للبيبي. معلش يا ماما بيبعتوا لك اسد، ما تتلهم. ان شاء الله باذن الله. اهله بيدعموه بهالموضوع. تخيل وين. اوكي رح نشوف اخر مقطع قبل اخر مقطع. ما فهمت الصراحة. كثير كرنج. بس ما حدا اكتر من هيك. اوكي خلينا نشوف هون. هذا شفناه. ها متخيلين كم عنده 66,000 مشاهدة، متابع قصدي. وهذا المقطع جايب 1,000,000 مشاهدة. خلينا نشوف. لكن مثلا يعرفون انه جايب. يا الله اقسم بالله اكثر محتوى كرنج بعمله على مقطع يوتيوب. اكثر صانع محتوى.
هذا حرفيا حيكون وضع المتابعين بعد ما شافوا هذا المقطع. اوكي راح نشوف هلا عن جد اخر مقطع خلص. يمكن ما نرجع نحكي عطيني وعد ما تبكي. وبس هذا كان مقطعنا اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، بس اتوقع ما عجبكم. لا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. ضروري انكم تضيفوني بالانستغرام، وبرأيكم هل هذا الانسان بيكون مجبور عشان يعمل هيك محتوى؟ وبس، سلام، نشوفكم بالمقاطع الثانية.